اقوى برضه. لو بتدور على مكان تقضي فيه اليوم مع العاب مائيه وادرينالين عالي، كمان بديل للبحر و10 دقايق من كارفة اسكندريه وبس ساعتين من القاهره، فالفيديو ده ليك. هنصرف كام ونروح فين ونروح ازاي، هناكل ايه وهنعمل ايه، وهل المكان ده يستحق الزياره ولا لا؟ قبل ما نبدا ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو ده عشان ده بيساعدني ان اعمل محتوى من النوع ده تاني. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده احنا في تافيرنا اكوا سيتي على الطريق الصحراوي قبل اسكندريه بحوالي كام كيلو كده، هكتبه لكم على الشاشه. ليهم مواصلات خاصه بتوصل لحد المكان من اسكندريه ب 100 جنيه، وعليها عرض تقريبا دلوقتي ذهاب وعوده ب 50 جنيه بس. وبيكون التجمع من اماكن مخصصه: محطه الرمل والقائد ابراهيم وميامي وسنترال ميامي ومحمد نجيب والعجمي وامام العجمي ستار. تقريبا من اسكندريه نص ساعه ومن القاهره ساعه ونص. تقدر تحجز التذاكر اونلاين او لما توصل عادي. سعر الدخول بيكون 580 بالوجبه الصغيره او 650 بالوجبه الكبيره، زائد ان في اكوا زو هناك، بس قطع التيكت على طول يعني، حتى ما سالناش يقطعها ولا لا، قطعها لنا وكان سعرها تقريبا 30 جنيه. اول لما بتدخل من البوابه بتلاقي في اريا كده حلوه تاخد فيها صور تذكاريه حلوه قوي، وهتلاحظوا هناك ان المكان كله شجر وخضره مفتقدينها جدا يعني. احلى فيديو من الصوره. نعتبر عند تاني مكان ممكن يتقعد فيه او تالت مكان مثلا. المكان فيه هناك حوالي 7 حمامات سباحة، منهم 3 بس ينفعوا للعوم وللكبار يعني، والباقي كله بيكون تحت الألعاب المائية اللي هي يعني يدوب حاجة صغيرة. حاجة ممكن تبقى شايل همها دلوقتي بقى ان انت تبقى سايب الحاجات دي مش عارف هتسيبها مع مين. مش عارفين في امانات هنا ولا لا، بس هنسأل يعني. جماعة هو كده بصوا كاتب لنا اكوا زو. هنا في اكوا زو بياخد برضو سعر التيكت من جوه، بتمشوا جوه كده. ده غير بقى باقي البسينات بقى، جمع بسينات وبسين ايه، غير باقي البولز بقى وكده. مفيش فرحته بالشيش اكتر من فرحته ان هو جه المكان هنا. ما لا انصح بالتدخين يا شباب، وفي هنا زي عوامات لو حابين مثلا الاطفال وكده، بس هو كده كده في بسين اطفال يعني. وفي ده فطير مشلتت، في هنا فطير مشلتت، فطير مشلتت وكانتين وترابيزه. تتبسطوا ربنا تتبسط كمان. وكمان في تين شوكه هنا لو عايزين برضه. نعم اهو العشق الصراحه التين ده، بس انا التين ده بالنسبه لي نقعد على العربيه ونشوف الكلام على ايه. وبالنسبه للستاف هناك معاملته جميله جدا بصراحه، وهتلاقيهم دايما مبتسمين في وشك. وفي هناك 7 العاب مائيه للاطفال في حمام واحد، و2 تاني في حمام مختلف ينفع الاطفال تنزل فيه مع الكبار، ولكن ما ينفعش الكبار ينزلوا مع الاطفال مع الاسف يعني. في كل قدام بسين في اماكن تقعدوا فيها، وكانتين وزي كافيتيريا كده للمشروبات لو حابين يعني. الناس هنا بدات تيجي، فمحتاجين ان احنا ناخد حاجتنا ونبدا بقى نروح فين الاماكن المخصصه اللي هي قدام، ونغير علشان نلحق ننزل قبل الزحمه اللي بتبقى على الالعاب المائيه. فانتوا يعني لو عرفتوا تيجوا بدري هيكون احسن كتير جدا طبعا. دي اماكن تغيير الملابس يا جماعه كده. ازيكم يا شباب؟ الباب بعافية شوية. هنا كده. صباح الفل حبيبي، عامل ايه؟ اخبار؟ يلا. طب يلا بيه عادي. كحلة يا جماعة، مش شايفين أي حاجة. المفروض يبقى معاكم فلاش ولا أي حاجة. اللي بيخاف من الضلمة ما يركبش. في خازوق منور هناك أهو. جامدة جامدة جامدة، بس الدنيا كحل وهي مش سريعة قوي، بس حلوة يعني، رعب. وراك
البيضة دي احسن من البيضة احسن من السودا. استرخاء يا جماعة، المايه نضيفة برضو، السباحة حلوة جدا، الألعاب ممتعة، هي تبان إن هي صغيرة بس هي ممتعة حرفيا يعني. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ألعاب يعتبر جنب بعض، ولكن أكبر 3 فيهم اللي هي دي البرتقالي السوداء والبيضة. بعد كده بقى الألعاب دي بالرغم إنها صغيرة بس سريعة جدا وتحفة جدا يعني. احنا هنجرب دي دلوقتي بقى يا جماعة. وفي دي بس زي انا كنت متخيل ان هي هتبقى بتنزل على ميه، بس طلعت بتنزل على سفنج يعني. امسك حلو. الجو هنا حر قوي. احنا كده يا شباب في ده بيسين عوم من غير العاب مائيه خالص زي ما انتم شايفين. بص انا كده واقف هنا كده، انا واقف. ده ما بيعرفش يعوم بس بيجازف يعني. بس يا جماعه المايه نضيفه بس فيها بعض الحاجات زي ايه، زي ما انتم شايفين كده من الشجر ده، لكن هي نضيفه وحلوه الصراحه. 1 2 3 جامدة دبشة. نايم؟ يلا سلم نفسك. أقل 210 بس. 210,000؟ لا بس. شكرا. تاخدوا دي يا جماعه وبعد كده بتطلعوا فوق هنا. خلي بالكوا عشان السلم ده طلعته مش ولا بد يعني. الدفاع سخنه جدا. المسافه قد ايه؟ سخنه نار يا فنان. نشفت اهو. اقعد ازاي بقى؟ امسكها بايد واحده عادي؟ جاهز. بس بطيئة شوية. هي بتيجي في الحتت اللي هي ايه دي بتبقى بطيئة شوية، مش سريعة قوي. كنت متوقع صراحة انها تبقى اجمل من كده. الارض نار. شكرا.
شكلها غريب الصراحه. سلم عليا. اول مره اشوف بس المايه مش لطيفه الصراحه يعني. تقف هنا؟ تعالى هنا، خليك هنا. جامده. مراجيح كده للاطفال. حلو البيت ده. انا من زمان وانا كان نفسي اعيش في بيت خشب زي كده فوق الشجر. كلها بتاعت حاجات اطفال يعني، لو معاك اطفال هيتبسطوا هنا من الكيدز اريا قوي. في هنا برضه زي افاتار تاني. صور واحد هنا. تعال اقف عندي دي. هاي غزالة. تعالى كده. ازيك يا نعامة؟ شكلهم حلو قوي. وهنا فاضي. يعني مش احسن حاجه الصراحه، ولكن يعني احسن حاجه فيهم الكلب الهاسكي والنسناس والغزاله دي. انا ومحسن صاحبي. محسن طلع في يوم اجازه فمش بتبقى زحمه قوي قوي. لو بقت زحمه وغبت 10 دقايق رحت لعبت اي لعبه تانية ورجعت بتلاقي الدنيا حلوه يعني لذيذه. مع ان النهارده السبت برضو يعني يعتبر اجازه وخلاص قبل المدارس وكده، بتلاقي ناس كتير جايه. امسك رجلي. قال سيب 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 هتموت هتموت يخرب بيتك. انزل. يلا ارفع ايدك. دي احسن بكتير من الثانيه بكتير. لما تضرب برص وتموته. تعرف تقف على الكوبري؟ لا طبعا. لا. يا عم انت سمكة. والآن إلى اللحظة الحاسمة، رايحين ناكل. في وجبتين هنا مع الدخول. في مع الدخول والوجبة الصغيرة اللي هي بتبقى عبارة عن ربع فرخة أو طبق كفتة صغير، دي عاملة 580. ولو نص فرخة وطبق كفتة كبير دي عاملة 650. لو هتخش من غير أكل خالص بيبقى في أيام محددة وتقريبا ب 400 جنيه أو 450. مطعم أهو. المفروض دي بوابة المطعم. المطعم ده مليان. هننزل لتحت. هو تقريبا في أكتر من صالة. الجو كله مكيف. تسلم ايدك يا عمر. ده ربع فرخة صغننة تقريبا كتكوت وشوية النص الصغننين وشيبسي ومرتين سلطة ودي كفتة. 3 صوابع كفتة تقريبا وشوية شيبسي وشوية رز. وده العيش. في هنا تومية تقريبا لذيذ ومعاه البيبسي. حلو. نص نص مش حلو. فراخ مش قوي. كفتة احسن من الفراخ.
والبيبسي جامد. الاكل لذيذ بس الفراخ تحسها تتبيله سمك، يعني حسيت ان انا باكل سمك مش فراخ، مش حلوه الفراخ. يعني لو جيتوا هنا اختاروا كفته، في اكتر من صاله تقريبا، لان احنا جينا اول صاله دي قالوا لنا مفيش مكان دلوقتي، ممكن تنزلوا الصاله اللي تحت. اعتقد الاتنين مكيفين يعني. وتقريبا في اللي ورانا دي برضو، دي قاعة تانية، صالة اكل برضو تاني. الشيفا بنوب. الساعة دلوقتي 4، الوقت عدى بشكل جميل ولذيذ بنعمة ربنا يعني، وكتجربة اوفر اول يعني. ممكن نيجي هنا تاني عادي لو انا واسرة او انا وصحابي مكان حابين نخرج فيه ونتفسح ونتبسط فيه. لا المكان كويس ونيجي فيه تاني عادي، مفيش مشكلة. ممنوع تيجي بالاكل بتاعك، ولكن هم صراحة يعني بيسهلوا الموضوع. يعني انا كلمتهم في مرة قلت لهم احنا صايمين، كنا صايمين وكده، فلو يعني ما عندكوش سمك فينفع انا اجيب سمك معايا وانا جاي؟ قالوا لي مفيش مشكلة عادي. فهم متساهلين يعني، والستاف هنا كله بشوش الصراحة. في بقى حمامين سباحة كبار فوق ال2 متر، ده واحد، وفي واحد فوق ال3 تقريبا يعني، ده انا كنت هغرق فيه. هما 2 بس، واحد بيبقى صغير ومقسوم النص التاني غويط، يعني مثلا ما يجيبش ال2 متر، تمام. في واحد تاني بقى غويط جدا، ده من اوله برضو مقسوم صغير تقريبا مثلا 1.5 متر لحد مثلا ممكن تقول 3 متر 4 متر، غويط جدا يعني. غير بقى البسينات بتاعت الاطفال، في اكتر من بسين للاطفال، وكمان بيعملوا فقره هنا كده زي دي جي، بيلموا حواليهم الولاد الصغيرين، بيعملوا لهم مسابقات والعاب وبيبقى فيه جوائز، فحاجه تحفه. برضو لو معاكم اولاد هتتبسطوا جدا هنا ومش هتبقوا شايلين همهم. والمكان مقفول اصلا يعني، ما حتى لو سبتوه في اي حته بيبقى على كل بسين في اكتر من فرد كمنقذ يعني، وبيبقى ان هو ينظم ده ينزل ومحدش ينزل على حد. ففي نظام حلو قوي هنا الصراحه يعني. بالنسبه بقى لاسعار الكافيه هنا، هي يعني مش غاليه، ولكن القهوه مثلا 45 جنيه مقارنه ببره يعني، ممكن تبقى اغلى شويه قهوه عاديه او كافيه عادي. المطعم بيفتح من الساعه 1 لحد الساعه 5. انها الجوله الاخيره قبل المغادره. في هنا حمامات تاني برضو رجالي وحريمي. يا جماعه في مطعم هنا تاني ده، بس ده مطعم ريفي بقى، مكتوب عليه مطعم ريفي. الى اللقاء. ده كان اخر غطس تافرنا اكوا سيتي. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل اشتراك ولايك للفيديو ده، علشان بيساعدني ان اعمل محتوى من النوع ده تاني.